يا صباح الفل. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نخزن مع بعض شوية بسلة. عارفين ان احنا في شهر واحد وده احسن وقت تخزني فيه ايه؟ الخضار. كنت في السوق ولقيت البسلة كده جميلة وحبيتها مليانة، جبت 4 كيلو اخزنهم معاكم. طبعا الشهر واحد بتخزن اي خضار انت عايزاه، سبانخ، قلقاس، بسلة، فاصوليا، كرنب، الخضار اللي بتحبيه. والحقي خزني البسلة قبل ما تخلص، هي موجودة وكتيرة في السوق بس مش رخيصة صراحة، هي غالية. بس ايه، مضطرين بقى. انا افصص البسلة بتاعتنا كل الكمية اللي معايا وارجع افرزها معاكي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والطريقة هتعجبك مش هتاخد منك اي وقت، وهتفرزيها معايا وهتفضل معاكي خضرة من السنة للسنة لعند اخر كيس معايا. فانا هقعد افصص البسله بتاعتنا وارجع لكم عشان ايه ما اطولش عليكم. بس ما تنسيش تعملي لي متابعه وتحطي لي لايك وتشاركي الفيديو مع اصحابك عشان الكل ايه يستفاد. فصص البسله وارجع لكم. بصوا حبايبي، هنا بعد ما فصصت البسله بتاعتي وخدتها غسلتها كمان غسله كويسه كده وحطيتها في المصفى عشان تتصفى. وكنت محضره عندي هنا ميه ساقعه، ميه متلجه حاطه فيها تلج. ولو ما عندكيش تلج ممكن تفتحي عليها الميه من الحنفيه على طول، بس انا كنت حاطه حته تلج في الفريزر ومحضرها عشان ايه، عارفه ان انا هخزن بسله. وحاطه حله ميه على النار عشان ايه، احط فيها البسله. الميه هنا معايا قربت تغلي معايا. هنديها اضافه تخلي اللون بتاعها اخضر وتحتفظ بيه. هنديها معلقه كربونات الصودا هتخليها خضرة معاكي لعند اخر كيس. والمادة الحافظة بتاعتنا معلقة سكر كمان على المية. لو ما عندكيش كربونات الصودا ممكن تحطي عصرة ليمون. وهننزل بالبسلة بتاعتنا في المية اللي غليت معانا. ما تسيبيش البسلة كتير في المية. بصوا المية عندي هنا يا دوبك هتاخد بس ايه، تبدأ ان هي تاخد قلبة كده وهروح مصفيه على طول. يعني هتسيبيها في المية حوالي 3-4 دقايق بالكتير عشان البسلة ما تستويش منك وتتهري بعد ما تحطيها في التلج. عارفين ان التلج بيسوي الحاجة، فاحنا مجرد بس بنديها صدمة كده وتفضل ايه اللون بتاعها اخضر معانا. بصوا هي هتبدأ تقلب معايا كده، هروح طافية عليها على طول تقليبة والتانية واطفى عليها عشان ما تتهريش مني. هي كده يعتبر خدت صدمة بس معايا. وممكن تشيليها في اكياس، تفرطيها وتشيليها في اكياس على طول زي ما هي، ما تحطهاش في مية مغلية ولا في اي حاجة خالص، خضرة زي ما هي كده وتعبقها في الاكياس. بصوا كده ما قلبتش معايا، يعني يا دوبك كانت هتقلب لسه. رحت انا ايه طافيه عليها واخدها على طول احطها في المية المتلجة اللي انا محضراها. طلع من المية السخنة اعمل لها صدمة كده ووقف ايه، نوقف عملية البخار بتاعها ده بسرعة في المية ايه المتلجة. وزي ما قلتلك لو ما عندكيش مية متلجة افتحي عليها مية من الحنفية على طول باستمرار وسيبي المية مفتوحة عليها هتبرد معاكي على طول. بصوا لونها اخضر وجميل ما شاء الله. هاخدها بقى ايه اصفيها، هي كده بردت معايا لان المية كان فيها تلج. هصفيها واسيبها تتصفى كويس وبعد كده نعبيها في اكياس. كده خلاص البسلة هي صفتها. اجيب الاكياس بتاعتنا اللي هنخزنها فيها، او لو عايزة تحطي في علب ماشي اللي انت عايزاه. انا بحط في اكياس ما بتاخدش مكان عندي في الفريزر. وعبي الكمية على قد استعمالك. يعني دول 4 كيلو انا هعملهم 4 اكياس بمعدل الكيس كيلو بعد ايه ما اتفرطت يعني. هو الكيس حلو قوي على قد الاكل. اعبي كل الكميه بقى اللي معايا. بس حطي لي لايك كده وانت بتتفرجي على الفيديو عشان ايه الفيديو يترفع معايا. وكده عبينا الاكياس بتاعتنا، هي 4 كيلو عملوا لي 4 اكياس من البسله. حطيها بقى في الفريزر واستعمليها وقت ما تحبي تبقى جاهزه معاكي.
وده يا حبايب قلبي كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسيش تعملي متابعة وتحطي لايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.